السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ مؤنس، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما طبعا وعجبكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، النهارده معايا فيديو قصير كده بس جميل جدا ورائع جدا، عجبني جدا وانا قاعده كده في امانه الله في البلكونه. فلقيت مناظر ولقيت حاجات جميله جدا. طبعا كل ده قدام البيت. هنبدأ بقى الأول برضو كالعادة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف المناظر الجميلة الطبيعية بتاعتنا ديت. واقول لكم كمان على حاجة لفتت نظري، فحبيت ان انا اشارككم معايا وتشوفوها معايا. وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فعلا فعلا سبحانه من غير الاحوال. ايه هو يا مؤنس؟ هقول لكم اهوت في الفيديو، تابعوا معايا للاخر وشوفوا الواقع اللي احنا عايشين فيه والدنيا، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فعلا. ده حبايب قلبي قدام البيت بتاعنا، ده المدخل بتاع البيت بتاعنا، ده الازهار الجميله ديت قدام البيت بتاعنا في المدخل، والشجر اللي انتوا شفتوه ده والحاجه دي مدخل البيت بتاعنا. تمام. دي الارض بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده كلها ميه. ليه بقى بيجهزوها ان هم يزرعوها رز؟ فملينها ميه وجميله كده شكلها بصراحه. لفت نظري ان انا اصورها، بس مش ده السبب الرئيسي، العامل الاساسي يعني اللي خلاني اصور المقطع دوت كده. ونشوف تقلبات الجو معانا والدنيا جميلة كده. شايفين الجو حلو قوي وحر وعامل كده يعني دفى، وفي نفس الوقت برد وهوا، ويعني ما شاء الله كده. شايفين بقى المية في قلب الأرض كده، منظر جميل جدا كده لما تكوني قاعدة وتلاقي أكنك قاعدة على النيل، أكنك قاعدة قدام البحر. حاجة كده جميلة جدا. الكلام ده كان الصبح طبعا يا جماعة. يعني ايه في الوقت دوت بقى حبيت كمان اشارككم اخر النهار. يعني شوفوا سبحان الله، اول الفيديو من اخر الفيديو شايفين بقى الهواء قام فجأة جدا جدا. ده اللي انا بتكلم عليه وبقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحانه من غير الاحوال، وقلب الجو في ثواني كده. شايفين الشجر بيعمل ازاي؟ ده كمان مش باين قوي في المقطع، يعني الحقيقة كانت اكتر من كده كمان. الجو حر قوي، يعني الناس مش طايقة الجو في البيوت او بس شوفوا الهوا بتاع ربنا. شايفين الشجر يا جماعة؟ شايفين يعني لو حد ماشي ممكن يطير من الهوا الصراحة. شايفين كمان النخلة اللي هناك ديت بتعمل ازاي من كتر الهوا. سبحان الله، يعني ان احنا اعتبر في عز الحر دلوقتي، التوقيت الصيفي اللي احنا فيه ده المفروض يكون مفيش هوا من ده. بس ده كرم ربنا علينا طبعا ان الجو يكون حر قوي وفي نفس الوقت بيدينا طراوة، بيدينا هوا وروح كده للجسم. زي ما انتوا شايفين المنظر جميل جدا جدا. والارض شايفين الهوا عاملة ازاي في المية، الهوا مموج المية اكنها بحر وهوا فيها. ايه رأيكم في الجمال دوت؟ حبيت بس الحاجة اللي لفتت نظري واللي عجبتني في الفيديو وشدتني كده، لفتت انتظار، قوة انتظاري لها، ان انا اشاركها معاكم وتشوفوا الجمال اللي انا شفته دوت في ساعة المغربية كده، والجو هادي كده، وطل جميل جدا نازل من عند ربنا، والمنظر جميل جدا. وقاعدة بقى يعني حاجة كده، بصوا ما شاء الله رائعة. هدوء هدوء تام، هوا جميل جدا، روح حلوة كده في المكان. شايفين الشراشيب حتى اللي في الشارع، الهوا بيهفافها وجميلة جدا. بصوا بقى سبحان الله ولا لا، يعني ربنا يغير الأحوال في ثواني. الصبح في بداية المقطع كان الجو شمس قوي وحر قوي ومفيش شجرة بتهوي تهوية واحدة، والجو يعني الناس مش طايقاه وحر خالص كده. في سبحان الله مجرد ساعة واحدة بس قلب هوا شديد جدا جدا، وكمان كان بيمطر بسيط خالص كده.
زي ما انتوا شايفين كده بقى حاجات كتيرة زي ما انا حكيتها لكم كده لفتت نظري وعجبتني، فحبيت ان انا اشاركها معاكم وتشوفوها معايا. وده تاني المدخل بتاع البيت بتاعنا، ده من قدام البيت وانا في قلب البلكونة وبصور، ولفت نظر الكلام ده كله قلت اصوره واشارككم معاكم المنظر الجميل ده. ده بقى مدخل البيت بتاعنا اهو على الطريق، والاشجار والشجر ده جميل جدا زرعينه، ده شجر